تعالوا بينا نشرح السي اس اس كلاسز. السي اس اس كلاسز دي حاجه جميله جدا ولذيذه برضو وسهله جدا ان شاء الله يعني. اول حاجه عندي اد كلاس. اد كلاس من اسمها يعني انا بضيف كلاس في عنصر معين. عندي عنصر في ال HTML وعايز اضيف فيه كلاس معين. طيب عندي ايه تاني؟ عندي حاجه تانيه اسمها remove class. remove class في كلاس معين حابب اضيفه من عنصر معين. هنشوف طبعا الكلام ده كله ونطبق عليه والموضوع هتلاقيه سهل جدا وبسيط جدا. في عندي حاجة أخيرة اسمها توجل كلاس. يبقى أنا عندي add class remove class توجل كلاس. توجل كلاس دي معناها إيه؟ من اسمها توجل. تفكركم بإيه التوجل ديت؟ يعني لو أنا عندي كلاس عن طريق التوجل أحذفه، ولو الكلاس مش موجود أضيفه، وهكذا. طيب بسيطة خالص خالص. تعالى كده دلوقتي هاجي اعمل عنصر جوه ال HTML وليكن اقول له انا عندي div معين، والdiv ده هديله اسم وليكن اي اسم، اي تكست، لورين تكست ابسون، وهدي للdiv ده كلاس، او مش هديله كلاس خالص، هسيبه زي ما هو كده، هديله بس ايه وليكن ID، وهقول له الاي دي ده مثلا كلاسز. يبقى العنصر ده سميته ايه؟ اي اسم انت بتسميه باي دي، اي اسم. انا سميته كلاسز، انا سميته كلاس، وهاجي هنا اقول له العنصر اللي اسمه كلاسز ده، او نسيبه تعالى كده في الجيكويري الاول. هاجي اقول له ايه؟ العنصر اللي اسمه كلاسز، اعمل له سيلكت، وبما ان ده div او ده قصدي واخد اي دي، يبقى هنا اقول له ايه؟ علامه الشباك دي. طيب هقول له ايه بقى؟ هقول له دوت اد كلاس، دوت اد كلاس. ده السنتكس بتاعي، وباجي هنا اضيف اسم الكلاس. طب ايه الكلاس اللي انا عايز اضيفه؟ وليكن هسمي هنا كلاس وليكن ستايل مثلا. انا عندي في السي اس اس ضفت كلاس سميته ستايل، والكلاس ده فيه بعض التنسيقات. زي ايه مثلا؟ وليكن هديله color white، وهديله background color وليكن اللون ده مثلا، وهديله width وليكن 300 بكسل، وهديله height برضه 300 بكسل، وهديله padding 10 بكسل، وشكرا على كده. يبقى انا كده دلوقتي ده كلاس اهوت. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اضيف الكلاس ده للعنصر ده لما اضغط على بوتون معين. تاني انا عندي بوتون هنا اهو، هقول له هنا بوتون، وهسمي البوتون ده اي اسم وليكن اد كلاس. انا عايز اعمل ايه؟ لما اضغط على البوتون يضيف لي مجموعة التنسيقات ديت. تمام؟ تاني انا حابب لما اضغط على البوتون يدي لي مجموعة التنسيقات دي تنسيقات معينة، حابب لما اضغط على البوتون يضيفها لي. لو احنا جينا كده عملنا ريفريش هلاقي ده البوتون وده ايه؟ يعني ده كده الديف وده البوتون. عايز لما اضغط بقى ينضاف الكلاس للديف ده، وبالتالي يتطبق عليه الستايل او التنسيقات. هعمل ده ازاي؟ طيب تعالى بقى ببساطة خالص، تعالى نشيل الكلام ده. انا حابب لما اضغط، لما اعمل كليك على البوتون، اروح بقى البوتون، ممكن يفضل يعني اضيف له اي اسم، وليكن هقول له هنا كلاس بي تي ان، هقول له هنا كلاس بي تي ان، وهقول له
جوه الجي كويري هقول له الكلاس اللي اسمه بي تي ان، الكلاس اللي اسمه بي تي ان دوت. انا عايز اعمل ايه بقى لما يحصل عليه كليك؟ لما كليك على الكلاس اللي اسمه بي تي ان ده، لما اضغط عليه ايه اللي يحصل؟ طبعا نفذ لي فانكشن معينه. يبقى انا كده لما اضغط على الديف او البوتون، معذره، لما اضغط على البوتون اللي اسمه بي تي ان اعمل لي فانكشن معين او نفذ لي فانكشن. طب ايه الفانكشن بقى؟ هقول له العنصر اللي هو الديف بقى. طب الديف ده انا مديله ايه؟ الديف ده انا مديله اي دي ومسميه كلاس. يبقى الديف ده دوت اد كلاس. ها، ضيف للكلاس اللي اسمه ستايل. تعال نشوف كده. ادي الكلاس اهوت اللي اسمه ايه؟ ستايل. يبقى تاني ببساطه إيه اللي انا عملته؟ انا قلت له لما تعمل كليك على البوتون ده عندك الديف اللي اسمه كلاسز، ضيف لي ليه الكلاس ده. تعال كده نشوف في الجي كويري اهو. قلت له لما تعمل كليك، ده السلكتور الاول للبوتون، لما تعمل عليه كليك نفذ لي الفانكشن دي. بتعمل ايه الفانكشن؟ هيضيف لي كلاس للعنصر اسمه ستايل، هيضيف لي كلاس للديف اللي هو اسمه واخد اي دي اسمه كلاسز، هيضيف له كلاس اسمه ايه؟ اسمه ستايل. تعالى كده، تعال نفتح كده برضو شاشة الايه؟ الكونسول قدامي. خد بالك بقى، هضغط اهو على الديف اللي اسمه كلاس اللي اسمه، قصدي هضغط على البوتون اللي اسمه اد كلاس. طيب ما ضافليش الكلاس. طب تعالوا كده نشوف. هاجي هنا هقول له، قلت له اد كلاس للستايل. تعالوا نشوف. ضيف لي الكلاس اللي اسمه ستايل دوت اد كلاس ستايل. تعالوا نجرب تاني. اه بالفعل ضاف لي ايه؟ الكلاس. تقريبا انا ما كنت سيفت. تاني نعمل ريفريش. اول لما اضغط هنا لقيته ضاف لي ستايل، ضاف لي الكلاس اللي اسمه ستايل على الديف. تعالى كده نفتح الاليمنتس ونشوف الديف. ادي الديف اهو. تعالى نعمل ريفريش الاول. الديف اهو، الديف واخد اي دي اسمه كلاس. ركز معايا هنا بقى، يعني ركز معايا هنا في شاشه الكونسول هنا. اول لما ضغطت ضاف لي كلاس اسمه ستايل على طول، ضاف لي كلاس اسمه ايه؟ اسمه ستايل. طب لو انا اصلا كنت ضايف الكلاس اللي اسمه ستايل، يعني انا اصلا من البدايه ضايف هنا كلاس اسمه ايه؟ اسمه ستايل. انا من البدايه ضايف الكلاس اللي اسمه ستايل، فاول لما اعمل ريفريش خلاص هو كده كده ايه؟ يعني انا بعمل ريفريش اهو، كده كده انا ضايف الكلاس اسمه ستايل. عايز لما اضغط بقى على البوتون يعمل لي ريموف للكلاس ده. تعالى نعمل بوتون تاني واسمي البوتون ده ريموف. يبقى ريموف ايه؟ كلاس. وهقول له هنا بي تي ان اد، وهنا بي تي ان ريموف. وتعالى نغير البي تي ان هنا لبي تي ان اد. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل بوتون لما اضغط عليه يعمل لي ريموف للكلاس اللي اسمه ستايل، لان انا كده اوريدي اصلا ضايف ايه؟ الكلاس مثلا. فهقول له ايه ببساطه؟ هقول له لما تكليك على البي تي ان ريموف، هاجي هنا بره خالص بقى، هنا بره الايفنت ده اصلا عشان انا هعمل كده كده ايفنت جديد. فهقول له ايه؟ هقول له لما يحصل كليك على البي تي ان ريموف اهو دوت كليك، لما يحصل كليك نفذ لي الفانكشن دي. طيب الفانكشن دي بتقول ايه؟ الفانكشن دي بتقول الديف اللي اسمه كلاسز برضو، يعني الديف ده دوت ريموف كلاس، يعني يمسح لي او يحذف لي الكلاس اللي اسمه ستايل. ببساطة. يبقى تاني
حددت السلكتور بتاعي اهوت اللي هو البوتون اللي اسمه btn remove. لما اعمل كليك عليه نفذ لي الفانكشن دي. طب الفانكشن بتقول ايه؟ الديف اللي اسمه كلاسز احذف لي، يعني ريموف كلاس، يعني احذف لي كلاس منه اسمه ستايل، احذف لي الكلاس اللي اسمه ايه ستايل. تعالى كده هعمل ريفرش، ادي عندي ايه ريموف كلاس اهو. اول لما اضغط على، لو لاحظت دلوقتي لان احنا باي ديفولت في البدايه خالص مديين للعنصر كلاس اسمه ستايل اهو، اول لما اضغط على ريموف كلاس هلاقيه حذف لي ايه؟ هلاقيه حذف لي الكلاس اللي اسمه ستايل، بقى مكتوب كلاس بس ومفيش اي حاجه تاني. طب لو ضفت على اد كلاس لقيته ضاف للستايل. ريموف كلاس عمل ريموف للكلاس اللي اسمه ستايل. اد كلاس عمل لي اد للكلاس اللي اسمه ستايل. ريموف كلاس، وهكذا. قال لي طب خد بالك، انت ممكن تريح نفسك وتعمل حاجه اسمها توجل كلاس. توجل كلاس دي بقى معناها ايه؟ توجل كلاس دي معناها لو الكلاس موجود احذفه، لو الكلاس مش موجود ضيفه. تاني، توجل كلاس لو الكلاس محذوف ضيفه، لو الكلاس موجود احذفه. تمام؟ تعالوا كده نضيف هنا، اجي هنا اضيف، هقول له هنا ايه توجل او btn توجل. هقول له هنا btn توجل، واجي اقول له btn توجل لما تضغط عليه، لما اجي اضغط على btn توجل، لما اضغط على btn توجل دوت كليك، ايه اللي هيحصل؟ هيتنفذ معايا فانكشن، والفانكشن ديت هقول له ضيف لي على الديف اللي واخد الاي دي ده دوت توجل كلاس الستايل. اعمل لي توجل للكلاس اللي اسمه ايه ستايل. تمام؟ طيب تعالى بقى، احنا قلنا له ايه؟ قلنا البوتون اللي اسمه btn توجل لما تعمل عليه كليك نفذ لي الفانكشن دي. الكلاسز ديت او الديف اللي واخد الاي دي اسمه كلاسز، اعمل لي توجل كلاس للستايل. تعالى اعمل هنا ريفريش، نسيب هناك في ال HTML لان احنا هنا ما سيبناش. نقول له كنترول اس، نعمل ريفريش تاني اهو. انا دلوقتي عندي كلاس اسمه ستايل اهو جوه الديف. تعالى برضو هنا بدل نقول هنا ايه توجل كلاس عشان يبقى الموضوع كده لوجيك شويه. توجل، اقول له هنا توجل كلاس، هعمل ريفريش بقى ده توجل كلاس. توجل كلاس قلنا معناه ايه؟ لو الكلاس موجود احذفه، فهو ضغطت على توجل كلاس، الكلاس كان موجود انحذف. طب هضغط تاني على توجل كلاس، ضاف تاني حذفه، ضافه، وهكذا. يبقى الاد كلاس بيضيف للكلاس، الريموف كلاس بيريموف الكلاس، توجل كلاس لو موجود، لو محذوف بيضيفه، ولو موجود بيحذفه، وهكذا. ده كان ببساطة شرح الاد كلاس، ريموف كلاس، توجل كلاس.